ليه مخك بيخدعك كل يوم؟ عمرك كنت متأكد انك قفلت باب البيت وبعد 5 دقايق رجعت تتأكد تاني؟ او سمعت حد بينادي على اسمك وبصيت في ناحية الصوت ما لقيتش حد بينادي اصلا؟ لو ده حصل معاك احب اقولك ان المشكلة مش فيك، المشكلة في مخك. لان مخ الانسان بيخدعك كل يوم، مش مرة ولا 2، ده مئات المرات من غير ما تحس. وفي الفيديو ده هتعرف ليه مخك بيعمل كده، وازاي ساعات بيخليك تشوف حاجة مش موجودة اصلا وتفتكر احداث حصلت وهي اصلا ما حصلتش. احنا دايما فاكرين ان المخ عبارة عن كاميرا بتصور كل حاجة في يومنا ويشوف الحاجة زي ما هي ويسجلها، بس الحقيقة مختلفة تماما. العلماء بيقولوا ان المخ اقرب لمحرر افلام مش كاميرا، يعني بياخد المعلومات بيعدل فيها وبيحذف منها وبيضيف عليها وبعدين يوريها لك على انها حقيقة. اول خدعة، المخ بيكمل الصورة. بص حواليك، انت شايف كل التفاصيل؟ الاجابة هي لا، عشان العين نفسها عندها نقطة عمياء، مكان ما فيهوش مستقبلات ضوء. طيب ليه مش شايف حفرة سودا؟ لأن المخ بيكمل الجزء الناقص لوحده، يعني هو بيخمن، وده معناه إن في جزء من اللي أنت شايفه مش موجود أصلا، لأن المخ هو اللي رسمه. تاني خدعة، الذكريات المزيفة. أغرب حاجة إنك ممكن تفتكر حاجة وهي ما حصلتش أصلا. في دراسة شهيرة طلبوا من الناس إن يفتكروا مواقف من طفولتهم، وبعد شوية العلماء زرعوا قصة وهمية بسيطة، وبعد أيام في ناس كتير مقتنعين إن القصة دي حصلت فعلا. ليه؟ لأن الذاكرة مش فيديو، كل مرة تفتكر موقف المخ بيعيد بناؤه من أول وجديد، وساعات كمان بيغلط. تالت خدعة، الانحياز. لو سألت مشجع أهلاوي مين أحسن نادي، هيرد يقولك الأهلي طبعا. أمال لو سألت مشجع زملكاوي مين أحسن نادي، يقولك الأهلي برضه. معلش بهزر. جبار. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. لو سألت مشجع زملكاوي مين أحسن نادي، هيقولك الزمالك. خد بقى من الشاي وتعالى أقولك الحكاية. هل واحد منهم بيكذب؟ لا طبعا. المخ بيحب المعلومات اللي تؤكد رأيه وبيتجاهل الباقي، وده اسمه confirmation bias، وده سبب ان في ناس كتير مهما تشوف دليل مش بتغير رأيها. رابع خدعة، أول انطباع. قابلت حد لأول مرة ابتسم، في ثواني المخ قرر إذا كان الشخص ده كويس ولا لأ، رغم إنك لسه متعرفوش. العلماء لقوا إن المخ بياخد انطباعات أولية بسرعة جدا، وبعدها يبدأ يدور على أي دليل يثبت إنه كان صح.